كانت فاكره ان ريم ماجد ما اشتغلتش مذيعه قبل كده، وان برنامج بلدنا بالمصري اول تجربه ليها، وبقت الناس مستغربه، وواضح الحرفيه باينه في البرنامج. طب هي كانت فين؟ فهو في ناس طبعا ما تعرفش انك كنت بتشتغلي مذيعه قبل كده. قولي لنا بقى. لا بصي، انا قعدت، انا اتخرجت من الجامعه سنه 95. 95. وفي نفس السنه يعني في مايو انا اتخرجت، سبتمبر كنت بشتغل في نايل تي في، وقعدت اشتغل 12 سنه في نايل تي في، واشتغلت في نايل تي في كل حاجه كل حاجه. بدأتي في الأول القراءة للنشرة باللغة لا لا الفرنسية؟ لا لا خالص، انا ابتديت مساعد مخرج على قده جدا، وبعدين ما بتبديش مذيعة؟ مخرجه لا، وبعدين مراسله ومحرره ومترجمه، سلم من اوله بالظبط. وبعدين قارئه نشره ومقدمه برامج، يعني عملت كل حاجه في النايل تي في. يعني على حسب ما اسمع ان المخرج بالذات اللي بيعمل الافلام الوثائقيه او الافلام التسجيليه بيبقى عنده هوس بالنوع ده من الاخراج. بس انا اخرجت بالصدفه. اه انا ما كانش المفروض ان انا اللي هخرج الافلام دي، انا كان المفروض ان انا هبقى البروديوسر بتاع الافلام، وفي مخرج. والاصل في الموضوع لاختياري كبروديوسر انه انا بقدر اخلق علاقات مع الاطفال، لانه يعني دي حاجه كده معروفه في عالم الافلام الوثائقيه، انه اصعب حاجه انك تعملي فيلم عن الاطفال او عن الحيوانات، لانه صعبين المراس، يعني هم بمزاجهم، هم براحتهم، ما تقدريش تعمليهم كاطفال، وما تقدريش تعمليهم كجرون اب، لازم تعمليهم بطريقه معينه. فده كان السبب الاساسي، ان انا ههندل عمليه التصوير، هطلع منهم اللي قبل ما قدروش يطلعوا، لانه كان في اكتر من مخرج قبل كده، مخرجين شاطرين جدا واخدين جوائز وما قدروش يعملوا ولا فيلم من الافلام دي. كان لازم يكون في حد يعرف يهندل الحكايه، فانا كنت بروديوسر. المخرج على اخر لحظه بعد ما كنا رتبنا كل الحاجات وخلاص، يعني وقت السفر أزف، قرر ان هو مش عايز يشتغل مع الاطفال، يعني مش قادر، مش حاسس ان هو يقدر يعمل الشغلانه. فانا خلاص، يعني خلاص انت تشيلي الليله، انت حضرتي وانت عملتي ريسيرش وانت كلمتي الناس وكده، يعني اخراج شك الدبوس. التوقيت دي كانت المرحله اللي قبل الاون تي في؟ على طول. يعني انا البروجكت بتاع السلسله الثانيه اللي هي وجهه نظر، دي كانت بتتذاع على الجزيره الاخباريه، الجزيره الام، خلص في نفس الوقت اللي كانت اون تي في بتطلع فيه بس تجريد، ما كانتش لسه فيها برامج ولا فيها اي حاجه خالص. بس المسج اللي كانت باينه من البروموز بتاعتها، ومن انه قد كده هي رساله انا احب اشارك في ان انا اوصلها. ولما قدمت في اون تي في، انا كنت بقدم اصلا وانا في ذهني انه دي قناه يعني تعتبر بالنسبه لي، او انا معتقده انها افضل ويندو او افضل وسيله عشان اعمل اكمل من خلالها افلام وثائقيه هنا في مصر. انه دي قناه تبقى مهتمه جدا انها تقدم النوع ده من ما قدمتيش مذيعه؟ انا قدمت السي في بكل اللي انا بعرف اعمله، لانه السي في الاخر يعني انا 7 صنايع، يعني انا اتمرمطت كتير في المطبخ، فطبعا مش ممكن اكون بعمل نفس الحاجات بنفس الكفاءه، بس انا يعني تقريبا ما فيش شغلانه في المجال ده ما عملتهاش واتمرمطت فيها يعني. فقدمت السي في، بس وانا في ذهني انه واخر حاجه انا عاملاها، واخر يعني جزء كبير من الشغل بتاعي في الوثائق، فانا كنت متخيله ان هم هينادوني عشان اعمل النوع ده، سواء قدام الكاميرا او ورا الكاميرا، او ان انا اعمل الاثنين. فالحقيقه ان هم نادوني علشان اعمل العالم في ساعه. كان معاكي ابراهيم عيسى؟ لا 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 لا، لان انا قبل بلدنا بالمصري انا كنت بعمل بالمصري الفصيح. بالمصري الفصيح؟ ده كنت بعمله لوحدي. ودي البدايه، دي بدايه الشيله. بدايه الشيله. كان عندي حاله من الذعر، انه ما الاقيش اكون انا عشان اعمل برنامج يومي كل يوم واقعد اتفلحس واحاور ضيوف
بس الحقيقه ان هم انه الاداره، ودي حاجه انا هفضل دايما يعني شايلاها على راسي، ان هم راهنوا عليا في وقت انا حتى ما كنتش واثقه في ان انا راهن على نفسي، بس هم شافوا فيا اللي انا ما كنتش ساعتها شايفاه. فتمسكوا جدا واكدوا لي ان هم متاكدين ان انا هعمل شغل كويس. يا جماعه راجعوا نفسكم. فاصرارهم على ان انا اخوض التجربه يعني خلاني، حمسني واداني ثقه في نفسي وخلاني اقبل التحدي عشان خاطرهم هم، يعني عشان ما اخذلش اللي راهنوا عليا وحملوني المسؤوليه دي. ومشي الحال لطيف جدا بالمصري الفصيح. بعدين لما حصل انه بقى في عمليه دمج ما بين او تي في وان تي في، وكان ينفع يبقى في توك شو وحاجات كده، ف تم دمج 3 برامج الحقيقه في برنامج واحد، بالمصري الفصيح وبلدنا اللي كان بيقدمه مي الشربيني وخالد صلاح، اللي هم يعني زميلين عزاز عليا جدا. وانا في اول حلقه كنت يعني قلت ان انا يعز عليا ان انا اقعد في مكان واقدم برنامج شايل اسم برنامج كانوا هم بيقدموه، كانوا عاملين فيه شغل هاي. وبرنامج نحن هنا بتاع ال3 دول اندمجوا في بعض وطلعوا بالصيغه اللي احنا اشتغلنا بيها. وفي حاجه في موضوع ابراهيم عيسى ده الناس كلها متخيلاها وهي مش مظبوطه خالص، يعني احنا قلنا ده، صرحنا بيه كتير جدا قبل ما نطلع البرنامج. الناس افتكرت ان احنا كنا هنطلع مع بعض، ولما طلعنا اول حلقه ما مشيش الحال فقررنا ان احنا ننفصل. ده مش حقيقي خالص. احنا من اول ما اتطرحت الفكره وانا وهو متفقين تماما، وده اللي احنا يعني اقنعنا بيه الاداره في الاول، انه احنا بنعمل شغلتين مختلفتين تماما. زي كده في الجورنال، انه انا ديسك الاخبار والتحرير وهو كاتب العمود او صاحب الراي. لا انا ينفع اقول رايي الاثنين مهمين، بس كل واحد واحد بيشتغل بيعمل في حاجه منطقة. تانية، والناس مش هتقبل مني اللي هتقبله من ابراهيم، والعكس. ومش هتقبل من ابراهيم اقل من انه يكون صاحب راي. ففي الاخر قلنا انه احسن حاجه ان كل واحد يعمل شغلته، انه انا اعمل الشغلانه بتاعت التحرير يعني بين قوسين، وابراهيم يطلع يعمل عموده. وهو كان هو كان بيشتغل يوم ويوم، انا كنت بشتغل كل الايام، وهو اختار انه يكتب عموده في البرنامج ده مره في الاسبوع لحد ما مشي. انت حسيتي انك عديت المرحله دي، يعني ان البرنامج نجح فعلا، ان البرنامج موجود على خريطه البرامج المسائيه، ان البرنامج نجح؟ حسيتي فعلا ان البرنامج نجح؟ بصي انا اساسا بقاوم فكره ان انا احس ان البرنامج نجح، لا. لان يوم ما هصدق ان هو نجح هيقع مني على الدور. بس يعني امتى حسيت ان في حاجه حصلت؟ انه اولا عشان انا بقول لك ان احنا ما عندناش طريقه نقيس بيها او حاجات كده، لكن انا بقيس اول رد فعل الفنيين والعمال بتوع الاستوديو، واللي هم بيجيبوه من بيوتهم ومن عائلاتهم ومن الحتت اللي هم عايشين فيها، من السايس والراجل بتاع الجرايد بتاع النور وبتاع الميه بفتح لهم يتخضوا كده، يعني الحاجات دي لما ابتدت تحصل اتعلمت انا بقى. تفتكري طريقة كريم ليها علاقة؟ يتمسوا بالخير بصي ممكن، والطريقة اللي فيها. بصي انا جدتي دعت لي من وانا صغيره وقالت لي روحي ربنا يحبب فيكي خلقه، فهو ايه الدعوه كده جت من عند ربنا. فانا بقول لك لحد وقت قليل لما كانوا الناس بتناديني في الشارع كنت بفتكر ان احنا نعرف بعض وانا ناسياهم، فاقعد احتاس كده في فكره انه طب احنا اتقابلنا فين، فالناس تبتدي تقول لي ايه انت ما تعرفيش انت ما تشغليش بالك احنا لا احنا. فده كان المؤشر التاني اللي كان مهم جدا، انه لما ابتدت الانتخابات بتاعه التجديد النصفي لمجلس الشورى، كان في لجنه للتقييم الرصد الاعلامي، واللي هي كانت كمان في انتخابات مجلس الشعب بعد كده، وكان في لجان تانية من منظمات المجتمع المدني بتقيم دور الاعلام، بتراقب وبتقيم دور الاعلام في التغطيه.
فاحنا كنا من ضمن البرامج اللي بتتقيم، ومن ضمن البرامج اللي طلعت في التقارير مرصوده ومتقيمه وعليها يعني سواء ايجابيات او سلبيات، مش مهم يكون في والحقيقه ان الحمد لله انه ما كانتش السلبيات كتير. في مجلس الشعب ما كانش عندنا سلبيات خالص، في مجلس الشورى كان في بعض لكن فكره ان احنا موجودين ضمن خريطه التقييم ده كان بالنسبه لنا معناه ان احنا بقينا موجودين على الساحه دي. بعد الثوره الموضوع فرق واثناء الثوره طبعا فرق احنا ما كناش مدركين. يعني احنا في وسط المعمعه دي احنا بنعمل شغلنا وما احناش مدركين ان احنا عاملين التاثير ده اكتشفناه. انا كنت بكتشفه لما كنت بنزل وبعد الثوره طبعا يعني خلاص ابتدينا نفهم بقى. طبعا بعد كده جت الاعلانات اللي هي للاسف المؤشر الوحيد الموجود في مصر على الوقت ده كان ايه اللي بيحصل في القناه؟ يعني بصي، اولا كان في معسكر هنا، يعني احنا كنا معظمنا بيبات هنا عشان حظر التجول، لان مش بنقدر نروح، ولان احنا فاتحين الهواء معظم الوقت. انت نقلت من بيتك من وسط البلد لاكتوبر؟ انا نقلت، لا بس مش في الثوره، انا نقلت من سنه لانه ما كنتش قادره اتحمل انه اقضي نص عمري سايقه. طبعا ونص عمري سايقه وعلى اعصابي، لان انا مش متاكده انه الطريق مش هيقف لاسباب مجهوله تماما بالنسبه لي، فالهواء هيقع. احكي لي عن الضغوط، يعني كلنا تعرضنا لضغوط في الوقت ده، انه وقفوا ما تكملوش. بصي انا بيتهيألي ان الضغوط دي انا ما حدش بيكلمني، انا عندي اداره بتحوش عني. انا عمر ما حد رفع سماعه التليفون عليا وقال لي اعملي او ما تعمليش، يعني نامت. عمر ما حد كلمني، انا مني لادارتي. الاداره هي اللي بتبلغني وهي اللي بتتحفظ وهي اللي بتدي الملاحظه، لكن عمرها ما سمحت انه يبقى عارفه ان ده بيحصل مع معظم الاعلاميين، ان عمر ما حد كلمني. يعني انا دي كمان حاجه من الحاجات اللي انا بجد بحترمهم فيها، هم حايشين عني تماما. عمر ما حد كلمني. في ضغوط، بس الضغوط دي هم بيتحملوها وبعدين بنتناقش فيها، لكن عمر ما حد ضغط عليا ضغط مباشر. المره الوحيده وما كانت وده بشكل غير مباشر تماما، لانه في ايام الثوره كلمني حد يعني صديق ليا، بس صديق يعني قد ابويا كده، وقال لي هو انت ساكنه فين الايام؟ في الحته الفلانيه؟ قلت له لا مش في الحته الفلانيه، بس قريب قوي منها. ليه؟ قال لي عشان انا بنته اسمها عين على اسمها. قال لي عشان انا بنتي واخده يعني زي مخزن او حاجه زي كده في المكان الفلاني ده، بيبات فيه السواق، وفي نص الليل خبط عليه ناس بشكل هستيري، ولما فتح لهم قالوا له فين ريم؟ قال لهم هو ايه اللي فين ريم؟ انتوا مين اصلا؟ فقالوا له احنا عايزينها علشان هي مسهره الناس قدام التلفزيون ومتحرضه مع الصبر. قال لهم لا انتوا غلطانين في العنوان، ريم بتاعت هنا دي ملهاش اي علاقه بالموضوع دوت. فدي المره الوحيده اللي انا حسيت ان انا محطوطه نفسي في دماغ حد، وما انكرش ان انا خفت في ليلتها. وفضلت سهرانه هنا لحد الساعه 6، لان كان في الحظر ده كان الاتيتيود العادي، يعني احنا بنقعد هنا لحد ما الحظر يتفك. وبعدين اللحظه كده قلت اروح على البيت ولا اروح عند حد؟ قلت لا، انا لو روحت عند حد هفضل خايفه ومش هرجع البيت تاني، يعني هفضل دايما عايزه افضل بره البيت، فانا اروح ولن يصيبنا الا ما كتب الله.